فقه العصر، برنامج أسبوعي يجيب على تساؤلاتكم واستفساراتكم، ويتناول قضايا معاصرة وحساسة تمس مجتمعاتنا ويكثر التساؤل عنها. فقه العصر من إعداد وتقديم رشيد العلمي، المخرج المنفذ تميم الحسيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا على هواء راديو شباك. أرحب بكم ببرنامجنا الأسبوعي فقه العصر، الذي نتناول به مواضيع فقهية معاصرة عاجلة وليست آجلة، هي مهمة كثيرا لكثير من مستمعينا الأحباب. موضوعنا اليوم سوف يكون عن التفكك الأسري، وهذا الموضوع مهم جدا. بالذي يحصل الآن هناك تفكك بين الأسرة بشكل كبير بسبب الهجرة وبسبب السفر وبسبب التباعد وبسبب الغياب. نرى مشاكل لم نكن نراها من قبل. هذا الموضوع سوف يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الصبور كيالي، المدرس في معهد العلامي الشيخ عبد الرزاق الحلبي في اسطنبول. أهلا بكم أستاذنا ومرحبا بكم على هواء راديو شباك. أهلا بكم ومرحبا، بارك الله فيكم. طبعا مستمعينا سوف نبدأ برنامجنا وتساؤلاتنا بعد الفاصل إن شاء الله. العبد إذا من العمل قصد الرحمن بما حصل. العبد إذا من العمل قصد الرحمن بما حصل. أيده الله وأكرمه ورضاء الله له وصلا. أيده الله وأكرمه ورضاء الله له وصلا. العبد إذا من العمل قصد الرحمن بما حصل. العبد إذا من العمل قصد الرحمن بما حصل. في كل مجال يدخله وبكل مفيد يعمله. في كل مجال يدخله وبكل مفيد يعمله. إن ينوي مرضاة الله فالله تعالى يقبله، فالله تعالى يقبله. العبد إذا من العمل قصد الرحمن بما حصل. العبد إذا من العمل قصد الرحمن بما حصل. اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل. طبعا بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستاذنا الكريم، وردت عدة تساؤلات على البرنامج بتقول شو هو التفكك الأسري؟ يعني كلمة شوي تقيلة على الأذن، لكن هي موضوع مهم. يعني نحن حطينا العنوان أنه تفكك الأسرة، لكن موضوع تعريف التفكك، هل هو بعد ما هاجرت الناس وضاعت الناس وضاعت الأمور؟ نلاحظ ما حصل في هذا المجتمع وفي هذه الأسرة. الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع الإسلامي، نرى أنها مستهدفة بشكل كبير. طبعا لن نتكلم عن الاستهداف لأنه واضح وصريح وجلي، لكن هذه الأسرة التي تتعرض لهذه السهام، يعني نرى أخت محجبة ملتزمة كانت في بلادنا، نرى أنها أول ما وصلت للبلاد الغرب ترى أن مثلا أشياء لم تكن تراها في بلدها، أشياء لم يكن زوجها يقدمها، فتطلب الطلاق مباشرة. يعني وهذا يؤثر على الأسرة.
يعني إذا أردنا أن نسرد بقصص فهي كثيرة، يعني كثيرة، وأنت شخصيا تدخل في حل مشاكل كثيرة في هذا المجتمع. يعني أنا أمس بالذات كان عندنا قصة أنه رجل ترك زوجته طلبت الطلاق وتركت 4 أطفال عنده، هو لا يعرف ماذا يفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. أخي الكريم، هذا العنوان كبير جدا. كلمة تفكك لها معنيان: تفكك حقيقي وتفكك معنوي. عندما يكون التفكك الحقيقي فهو ظاهر في فراق الوالدين لأولادهما بعد الطلاق. وأما التفكك المعنوي فهو الخلافات الزوجية المستمرة مع وجودهما في بيت واحد وبين الأولاد. التفكك المعنوي وسيلة للتفكك الحقيقي، بل هو السبب الأصلي في ذلك. وقد يكون التفكك المعنوي أشد وأخطر على الأسرة من التفكك الحقيقي. فمن أسباب التفكك الحقيقي التي قد لا تؤثر سلبا على الأولاد أو على الأسرة بشكل عام أن يكون هنالك أسباب مادية أدت إلى سفر الوالد وهجرته إلى بلاد بعيدة، وعجز عن العودة وعجز عن الإنفاق، فاضطر إلى إعطاء زوجته حريتها لتكمل حياتها مع شخص آخر بما يرضي الله ورسوله. فهذه لن تكون بمثل الخطورة التي تتشكل بسبب الخلافات الحقيقية المستمرة ضمن الأسرة الواحدة. فإذا أردنا أن نتعرف على التفكك الحقيقي فعلينا أولا أن نعرف التفكك المعنوي. وقبل أن نتكلم عن التفكك المعنوي لابد أن نعرف الأسرة. ما هي الأسرة؟ إنها عبارة عن زوج وزوجة وأولاد يجمعهم بيت واحد وسقف واحد، اتفقوا على مبادئ وقيم وأخلاق ضمن دين واحد يجمع شملهم، يعبدون ربهم، يصلحون شؤون حياتهم ويصلحون جزءا من شؤون حياة المجتمع بوجودهم بينهم. لكن عندما ينشب الخلاف في الأسرة ويشق كل من الزوجين طريقا مختلفا بالفكر والتوجه والرؤية والهدف عن شريكه، فهنا تبدأ قضية التفكك. وعندما يبدأ التفكك ينفصل الأولاد تلقائيا، وغالبا الذكور مع الذكر والإناث مع الأنثى، بحكم انسجام الولد مع أبيه
وانسجام البنت مع أمها. إذا نحن الآن نتكلم عن أعضاء 4: الوالد والوالدة، الولد والبنت، سواء كان هذا الولد شخص أم عدة أولاد ذكور، أو بنت واحدة أو عدة بنات. وقد يكون هذا التفكك بدأ متأخرا بعدما صار للأولاد أولاد، وبعدما صار الأب جدا والأم جدة، فيكون الخلاف انشق إلى 6 أصناف وليس إلى 4 أصناف. فصار الأحفاد بجهة من جهة الولد، وأحفاد أو الأسباط بجهة من جهة الوالدة، وهكذا. وكلما زادت الأيام زادت الخلافات فيما بينهم، وزاد الشقاق في العائلة. لكن ما آثار التفكك المعنوي ثم الحقيقي على الأولاد، سواء كانوا ذكورا أم إناثا؟ وهذا شيء مهم. لكن قبل هذا نريد أن نلقي ضوءا بسيطا على أثر التفكك على الرجل وعلى المرأة، أي على الزوج وعلى الزوجة. الزوج يصبح عنده ميول أو ميل إلى تخريب هذا البيت الذي بناه لبنة لبنة، والذي جمع ثمنه سنين طوال. كان يجمع المال ليتزوج، كان يحرم نفسه من الطعام والرفاهية ليتزوج، كان يمنعه أهله من أن يسرف في طعامه وشرابه ولبسه ليتزوج، كان يعمل ورديتين كما يقولون، عمل إضافي أوفرتايم ليتزوج. وبعدما تزوج وبدأ الخلاف بدأ يهدم هذا البيت، مال إلى التخريب والعناد. حتى لو كانت زوجته محقة هو يعارضها لمجرد أنه صار عنيدا. والعصبية، دائما يغضب، دائما يقطب الجبين، دائما يصيح حتى على أولاده ولو لم يكونوا مذنبين. الحساسية الزائدة حتى مع أصدقائه ومع أرباب عمله. عدم الشعور بالاطمئنان، فقد الثقة، فقد ثقته بزوجته في البيت، فقد ثقته بأبناء وبناته. النفور من الآخرين، يحب العزلة، يترك أصدقائه. التمركز حول الذات، يريد أن يفكر لأن المسؤولية كبيرة وإحساسه بالفراق كبير. أما المرأة فإنها سوف تشعر بالنقص لأنها لم تستطع أن تتكيف مع واقع زوجها. تستغرق بأحلام اليقظة، تفكر كثيرا، تتكلم وهي تفكر، تقلق على الأسرة، تقلق على المنزل، تقلق على الأولاد، تقلق على مستقبل الأولاد، تحاول أن يكونوا حولها وبجوارها، تمنعهم من الخروج من البيت لتأنس بهم، لأنها تشعر أنها ستفقد أحدهم أو ستفقدهم. اضطراب عام وعدوانية تجاه الآخرين، لأنها لا تعرف ماذا تفعل، وتميل إلى المخاطرة بمستقبلها ومستقبل أبنائها، تبحث عن البديل قبل أن تفارق زوجها. وتريد السيطرة على الأسرة، لأنها تظن أنه إذا تركها الرجل يجب أن تكون رجلا وامرأة بآن واحد، يجب أن تعمل، يجب أن تفعل كذا وكذا لكي تبقى أما وأبا وسيدا في البيت. هذا من جهة الوالدين. نعم.
طبعا أستاذنا يعني نشكرك على هذا التعريف الوافي بصراحة. يعني موضوع الأسرة موضوع خطير وموضوع مهم، يعني هو أساس كل شيء طبعا بالمجتمع هو الأسرة. طبعا ننتقل للسؤال الآخر. وردت أسئلة كثيرة على الإذاعة بالموضوع، لأنه هو مهم وحساس كتير بالنسبة للأسر العربية خصوصا. يعني نحن هلأ صرنا بغربة، يعني كما اقترحت سابقا أستاذنا أنه سيكون هناك شيء اسمه فقه للغربة قبل هذا. ننتقل للسؤال لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. إن شاء الله. من يستمسك يعصمه الله، من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه. قريب قريب والشارد عنه غريب، ناداك حبيبي أذن عبدي من سواي طبيب. إلزم حبل الله، من يستمسك يعصمه الله، من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه. قريب قريب والشارد عنه غريب، ناداك حبيبي أذن عبدي من سواي طبيب. ما أصبو إليه من نور اليقين في صديقة بل أم الصادقين. فأمي خديجة أعطت رسولي حياة بهيجة بنفس ذلولي بهذا وصولي. إلزم حبل الله، من يستمسك يعصمه الله، من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه. قريب قريب والشارد عنه غريب، ناداك حبيبي أذن عبدي من سواي طبيب. عرفته نبيا خطبت عفويا، عاش سويا وتآلفت الأرواح. فنيت كي يمضي في فتح الأرض، عاش بذكراك وأعلن نصرا من قبرك. لا خطبت عفويا، عاش سويا وتآلفت الأرواح. فنيت كي يمضي في فتح الأرض، عاش بذكراك وأعلن نصرا من قبرك. اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل. يا ربي صلي عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستاذنا الكريم، إذا أردنا أن نعرف ما هي أسباب التفكك، يعني موضوع لازم نبحثه شوي بشكل مفصل، يعني حتى لو أخذ معنا أكثر من حلقة، لكن وجب علينا الإيضاح. يعني هذه رسالة يجب أن نؤديها بإخلاص. ما هي أسباب التفكك بنظرك اللي لازم نحكي فيها؟ الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله عز وجل أراد أن تكون الأسرة سكنا، وأن تكون مودة، وأن تكون رحمة، وجعل هذا من آياته سبحانه وتعالى. فترى الأسرة التي
قامت على الدين القويم والأسس الصحيحة تجدها تشع سكونا ومودة ورحمة. تجد أنهم قد تحقق فيهم قول الله عز وجل: الطيبون للطيبات. ولذلك عندما يبحث الإنسان المسلم خصوصا الشاب عن الركون والهدوء والاستقرار، يبحث عن الفتاة الصالحة. وعندما تبتغي الفتاة بيتا سعيدا عليها أن تقبل بالرجل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وقال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. هكذا تكون الأسرة الصالحة، ويكون بينهما ذرية طيبة. ولكن نفاجأ بعد فترة وحين بأن الأسرة بدأت بالتفكك المعنوي ثم الحقيقي. فمن أسباب هذا التفكك غياب الوالد، غيابا واضحا وغيابا مجحفا وغيابا مضرا بالأسرة. وأسباب الغياب عند البعض فيها عذر، ولكن عند البعض الآخر ليست بذات العذر. فالغياب لأجل العمل وكسب العيش هذا واجب، لأنه يلزم أن تأتي لأسرتك بما تكسب لكي تكفهم عن الحرام. فمن واجبك أن تعمل وأن تكسب الرزق الحلال، فغيابك مشروع بل ومأجور إن ابتغيت به وجه الله عز وجل. أي شخص يذهب إلى العمل إذا ابتغى بعمله وجه الله وكف يده عن سؤال الناس فإنه مأجور. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يده خشنة فسأله فقال: من المعول من العمل؟ فقال: إنها يد لا تمسها النار. هذا معذور. وأما الغياب في المقاهي وفي الملاهي ومع الأصدقاء فهذا ليس بعذر. وأما الغياب المعنوي وليس الشكلي فهو في البيت، ولكنه منشغل بوسائله وأشغاله وحاسوبه وتجارته حتى في البيت. فإذن غياب الوالد يؤثر، وغياب الوالدة أيضا يؤثر. عندما يعود الولد من المدرسة فلا يجد أمه، إن كانت في العمل أو كانت عند الجيران أو في زيارة فإنه يفتقدها. عندما يستيقظ فلا يجد أحد والديه قبل ذهابه إلى مدرسته يفتقدهما. عندما تنشغل بزياراتها وبصديقاتها، تنشغل بالهاتف، تنشغل بوسائل التواصل، فإن هذا يضر ويؤثر سلبا على الأسرة. إذن الرجل مشغول والمرأة مشغولة، تقل نسبة الحب فيما بينهما. وكما يقال في المثل: البعيد عن العين بعيد عن القلب. فكلما غاب الرجل عن زوجته وكان هذا الغياب غير مشروع كانت وسائل الترفيه عليه يسيرة. صار ينظر في الطريق إلى النساء، وصار ينظر في وسائل التواصل إلى النساء، فانشغل بهن عنها. كذلك تفعل المرأة،
فكل رجل يطلب أنثى وكل أنثى تطلب رجلا. وأيضا من أسباب التفكك الخدم عند الأغنياء. بعض الناس عندهم خدم، تجد عنده خادمة من جنوب شرق آسيا أو خادمة من أثيوبيا، وهنالك السائقون والعمال، فتجد الأسرة مشغولة، الرجل في أعماله والأم في زياراتها والخادمة هي التي تربي الأولاد. هذا من جهة الأغنياء. وأما من جهة الفقراء فمن أسباب التفكك الفقر. وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: لو كان الفقر رجلا لقتلته. وتروى عن سيدنا عمر رضي الله عنه. إذن الوضع الاقتصادي المتردي يؤثر سلبا، فترى الرجل يعمل ليلا ونهارا فلا يرى أسرته، والمرأة تعمل أيضا لتكسب أيضا عيشها وتساعد زوجها، وبالتالي الأولاد إما في الطريق وإما على التلفاز أو على وسائل التواصل لا مربي لهم. قبل كل هذا عندنا مشكلة أساسية في التفكك، هو ضعف الإيمان وعدم التربية الأساسية. فكلما وجدت أسرة مفككة تبحث فتجد أنهم تزوجوا لا لأن الرجل ذا خلق ودين ولا لأن المرأة ذات دين، إنما لأن المرأة وسيمة، لأن الرجل وسيم والمرأة جميلة، ولأن الرجل غني، ولأن المرأة ذات منصب ذات كذا. فهذه الأسباب ليست مثبتة لهذه الأسرة بشكل يجعلها أسرة متمكنة في المستقبل. فتجد أن أي إعصار يقتلعها وأن أي ريح تذهب بها، ولكن الإيمان والأخلاق والقيم والمبادئ الصحيحة تثبت هذه الأسرة مهما كانت الأشياء التي تعصف بها. وكما ذكرتم في سؤالكم أو في المشكلة القائمة الآن، الهجرة. تمام. الهجرة ظاهر الأمر أن الهجرة أحد أسباب الطلاق وأحد أسباب التفكك. الحقيقة ليس هذا. هنالك تفكك قائم في الأسر بدون هجرة، نار تحت الهشيم، بدون هجرة. التفكك المعنوي أكثر من الحقيقي. ما يسمعه الناس ويراه، يسمعون الطلاق، يسمعون الفراق، لكن البيوت أسرار، وفيها من التفكك ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. والسبب عدم بناء الأسرة البناء الأساسي الصحيح، وهو القائم على إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، والقائم على فاظفر بذات الدين. الرجل ذا خلق ودين والفتاة ذات دين. هذه الأسس الصحيحة. غير هذا لا نقول العقد غير صحيح أو الزواج فاسد، لا، لكن الأسس غير متينة، فأي رياح تأخذها، أي قضية تذهب بها، أي مشكلة لم يعد هنالك شيء يتمسك به كل منهما بالآخر، لأن الخلق عند الرجل يمنعه من أن يغضب على زوجته، من أن يشتمها، من أن يضربها. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك الفتاة، المرأة ذات الدين تعوض الرجل بجمال خلقها عن جمال شكلها، وتعوض الرجل بحسن تدبيرها للمنزل عن ذات المال، وتعوض رجلها بسلوكها القويم عن ذات الحسب والنسب. فقضية المرأة ذات الدين أساسية في تكوين الأسرة المتينة المستمرة، وكون الرجل ذا خلق ودين أساسي في بقاء الأسرة متماسكة. فإذا أهم سبب في تفكك الأسرة هو عدم الضوابط الدينية في قضية الالتئام الأول أو اللقاء الأول.
أساسي هذا في هذا الشيء. وإلا فكثير من الناس يسافرون في العمل للعمل ويغيبون 10 سنوات و20 سنة، وقد يكون وقد يكون غيابهم ليس لتجارة، لظرف ما، غياب قهري كما يقال، ثم يعود بعد 10 سنوات 20 سنة يجد أسرته موجودة والزوجة تربي أبناءه وبناته تربية قويمة. لماذا؟ لم يتفكك هذا الرباط؟ لأن الأساس صحيح. فلم تكن الهجرة ولا الغياب سببا في تفككهم. إذن هنالك أسباب كثيرة مما ذكرت هي سبب التفكك وليست الهجرة. نعم. تمام أستاذ، يعني إذن سوف نعود للبداية. البداية هي من موضوع اختيار الزوجة والزوج، بداية كيفية تربية العلم. يعني يجب أن يكون هناك شيء من الفقه لدى الأسرة لحتى تقدر تمشي بهذه الحياة. يعني اللي ما سمع عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثلا تنكح المرأة ل4 فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا اللي مو سمع عن هالحديث ما حيعرف كيف يختار. يعني موضوع الاختيار إياكم وخضراء الدمن كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا الموضوع هو قبل الهجرة وقبل الغياب إنما هي ظاهرة الهجرة هي التي فضحت هذا الموضوع أو كشفت الستر عن هذا الموضوع. أستاذنا الكريم نكمل بعد هذا الفاصل إن شاء الله. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا خير خلق الله. فداك يا حبيب الله، نفديك. فداك أبي وأمي يا رسول الله، يا أكرم خلق الله. الصلاة والسلام عليك، وكل الوجود صلاة وشوق إليك. كلنا محمد، كلنا رسول الله. نحن فداك يا رسول الله. يا حبيبي يا رسول الله. صلى عليك الله يا خير الورى. هو رسول الله، نور ملأ الكون ضياء. هو رسول الله، وسرى في الأرواح صفاء. هو رسول الله، هو رسول الله. فيض من نبع الرحمات، رسول الله. وجمال من خير صفاتي. هو رسول الله، هو رسول الله. هو أحب الخلق إلينا. اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي يا ربي صلي عليه وسلم. أستاذنا الكريم، الموضوع ذو شجن وبيلامس الأسرة، بيلامس النساء، بيلامس الرجال. ما في واحد بيناتنا، خصوصا هلأ نحن بتركيا مثلا عم نلاحظ أنه عم ندخل كحضرتكم، يعني عم تدخلوا في قصص إشكالية كتير، يعني عم تدخلوا صلحة كتير، تعرض علينا مشاكل. يعني هناك امرأة اتصلت وقالت طلقوني. إنها لك شو يعني شو الطلاق أنت، يعني شو صاير معك؟ فهي تطلب الطلاق فقط لأن زوجها هجرها منذ 4 سنوات لا تعلم أين هو. يعني وقالت لي أنا حقي أتزوج. طرحنا عليكم مشكلة وكان في علاج من طرفكم، جزاكم الله عنا كل خير. هلأ عم تورد أسئلة كتير كمان على برنامجنا. نكمل أستاذنا الكريم عن أثر التفكك على الأكثر الناس تضرر في هذه المشكلة وهم الأطفال، البنت والصبي والأصغر والأكبر من ذلك، يعني سواء كانوا كبار أو صغار. شو أثر التفكك الأسري اللي عم يحصل على هذا الصنف من الأسرة؟ نعم.
بالنسبة لما أشرت إليه من موضوع أسئلة الطلاق، سوف نفرد إن شاء الله تعالى الحلقة القادمة لموضوع الطلاق جملة وتفصيلا من حيث الحكم الشرعي وما يرد إلى البرنامج من أسئلة طيلة الأسبوع في هذا الشأن، وكيف يكون إن شاء الله العلاج. اليوم نحن ما زلنا في موضوع التفكك الأسري وأثره على هذه الأسرة. تكلمنا عن على أثره على الزوج وعلى الزوجة، نتكلم الآن على أثره على الولدين، الولد والبنت أو الصبي والبنت، سواء كان كما قلت صغيرا أم كبيرا. لكن نبدأ بالصغير. أولا، اختلال في توازن شخصية الطفل، فتجده في المدرسة لا يركز مع المدرسين مع الدروس، فيهمل واجباته ويشرد في الصف ولا يحفظ الدروس. تجد أيضا عنده اضطرابات نفسية، يصير عدواني مع زملائه، يضرب كل من تكلم معه بكلمة أزعجه لا يصبر إلا وقد ضربه. بعضهم يصير عنده أمراض عقلية أيضا، يصير أشبه بالجنون بسبب عدم قدرته على التفكير بما يحدث في البيت من خلافات بين الزوجين. عدم التكيف مع الواقع، يصبح انعزاليا. أيضا الإقدام على أفعال اجتماعية غير قانونية وغير شرعية، يسرق، يكون مجرم، يلتحق بالمجرمين، يكون مع شزاز الآفاق ويكون مع رفقاء السوء، لأنه يريد أن يعوض عن الخلل الذي في البيت. يبدأ الانحراف، وهذا غريب، يبدأ الانحراف من سن 7، يعني من سن المدرسة، وأيضا في نهاية المراهقة جراء مصادقة رفقاء السوء. والمراهقة قد تصل إلى 20 وما بعد ذلك أيضا، حسب كل طبيعة أو كل إنسان وكل مجتمع. ومن أسباب الانحراف عدم قدرة البالغين على تفهم مشاكل الجيل الصغير الجديد. كل جيل جديد له أفكار لم تكن في الجيل الذي قبله. تمام. وهذا من أسبابه الثورة الصناعية والثورة الرقمية والثورة التكنولوجية والتطور السريع. فآباؤنا وأجدادنا لم يكن عندهم تلفاز، أجدادنا صح. عندهم راديو، ومن قبلهم ما في راديو، والراديو هذا الكبير. آباؤنا عندهم تلفاز أبيض وأسود. الآن الجيل الحالي مختلف، يعني ما يراه الأطفال عندما يبدأون باللعب، يلعبون بالجوال ويدخلون إلى الإنترنت إلى مئات آلاف الألعاب. هذا يعجز عنه الكبير الآن. ما يلعب به الأطفال الآن الذين بدأوا يتكلمون لا يستطيعه أمثالنا. دخول إلى مواقع إنترنت وألعاب وغير، هنالك خلاف في الفهم، في التفكير. فيأتي الطفل يطلب شيئا والأب عنده ميزانية معينة، عنده تفكير معين، توجه معين يختلف مع ولده. فمن أسباب هذا عدم تفهم الكبار بالصغار. يجب أن نعطي لكل سن قدره وفكره، ونتعامل معه على أساس عمره ومجتمعه، لا على أساس عمرنا ومجتمعنا السابق. أيضا من جملة أسباب الانحراف وسائل الإعلام، أفلام الكرتون والألعاب وغير ذلك من الأشياء التي، وهنا أريد أن أشير إلى قضية، وهي مشكلة كبيرة نحتاج إلى إفراد جلسة خاصة لوسائل التواصل. لكن أريد أن أنبه إلى مسألة فيها خطورة على سلوكيات الناس وعلى البيوت بالذات، ألا وهي لعبة البوكيمون. لعل البعض سمع بها. هذه اللعبة قائمة على أن تفتح الكاميرا وتتجول في أنحاء بيتك
في غرفة النوم، في الحمام، في مكتبك، في الطريق، في الباص، في السيارة، بحثا على البوكيمون الموهوم في ذهنك والذي تراه. كل هذا وأنت قد فتحت الكاميرا في البث المباشر لموقع الإنترنت الذي تتعامل معه. كل هذا تصوير. وقد يفتح الولد اللعبة ويصور أمه بلبس البيت، وأباه بجلسة غير يعني منتظمة، يصور داخل بيته، يصور جزئيات البيوت وهم لا يشعرون. هذه من جملة يعني تنبيهات أردت أن أنبه عليها، وهي تحتاج فعلا وسائل التواصل إلى بحث مفرد. طيب، أيضا عدم إشباع الحاجات العاطفية كالاهتمام بالطفل وغير ذلك. يعني الطفل يحتاج إلى قبلة، إلى احتضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، وجاء أحد يعني الأعراب الأشداء الأقرع بن حابس، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن أو الحسين فاستغرب، يعني أنت رسول الله وتقبل طفلا صغيرا؟ فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام الكلمة التي بقيت في ذاكرة الناس: من لا يرحم لا يرحم. الله. عندما تكون الرحمة والتعاطف والحنان قائم بين العائلة الواحدة، يكون هذا داعم ورابط للأسرة. وأيضا من أسباب الانحراف عدم وجود تدبير تربوي واجتماعي مناسب. يعني الأسرة شكلت بعشوائية، بدي أتزوج زوجوني، وبعدين ما هو الهدف؟ ما هي الرؤية؟ ما هي النظرة في كونك ذا أسرة؟ هل فقط تريد إشباع مسائلك العاطفية؟ هل فقط تريد ولد فقط أن يقال عنك أبو فلان فقط؟ هل تريد ولد لكبرتك عكازة؟ هل هذا هو المقصود من الإنجاب؟ وهذا هو المقصود من الأسرة؟ ليس هذا، إنما الإعمار للدنيا، إعمار الدنيا هو المقصود بالتناكح والتناسل لبقاء النسل والنوع وبقاء المجتمع وقيام المجتمعات قياما صحيحا قويما. فإذا لم تكن أنت في هذا المضمار فأنت تخرب. إذا لم تنجب ولدا صالحا فأنت أنجبت يعني قنبلة موقوتة تخرب المجتمع في المستقبل. ألم تقرأوا في سورة الكهف قصة الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام في الولد الذي قتله؟ لماذا قتله؟ هذا إشارة وواضح، وليس إشارة، عبارة أيضا بأن هذا الولد إذا صار كبيرا سيكون مضرا، سيكون مخربا. فإذا هذا يشير إلى أنه يجب على الوالدين إنجاب ولد صالح، فالمجتمع ليس بحاجة لولد فاسد، فهو يخرب وينحرف. فإذا هذه الرؤية يجب أن تكون عند الوالدين حتى يكون في علاقة بين الولد وأبيه. أيضا يجب علينا أن ننتبه إلى مسألة أن الولد له خصوصية في التفكك، والبنت لها خصوصية في التفكك، أي في آثار التفكك. آثار التفكك على الولد مثلا إحساس جانح بسوء معاملة والديه له، وشعوره بعدم القبول والحرمان والإهمال والشدة والقسوة، خاصة من جانب الأب، مما يؤدي إلى سوء توافقه وانسجامه الشخصي والاجتماعي بسبب الاضطراب الذي نشأ عليه من عدم حصوله على المكانة الاجتماعية المطلوبة والقبول، وعدم أخذ حقه كطفل من المحبة والهدوء والعناية. هذا من جهة الولد. أما من جهة البنت فتلعب الأسرة المفككة بسبب فقد الوالدين دورا خطيرا في انحراف الفتيات.
والفقد الذي أقوله هو التفكك. فليس الموت هو تفكك، وليس فقدان أحد الوالدين بسبب الموت تفكك، إنما التفكك المعنوي والحقيقي. وكذلك في حال الطلاق، إذ تصبح الأسرة غير قادرة على تأمين الرعاية النفسية لأطفالها لأنها فقدت أحد الدعائم الأساسية أو إحدى الدعائم الأساسية لنمو الطفل نموا سليما طبيعيا. الفتاة التي تفقد والدتها أو والدها تتعرض للحرمان والاضطهاد، خاصة إذا كان الأب جاهلا وضعيف الشخصية. إذا فقدت أمها وبقيت عند أبيها تكون مضطهدة وتعمل في تنظيف البيت، ودائما مهمتها خادمة، تصبح خادمة، تصير أما لكن بصفة خادمة. ذهبت الأم، لذا يصبح عندها الهدف في حياتها الهروب من البيت، فتقبل بأي عريس. هنا تبدأ المشكلة الثانية، فانبنى على التفكك الأول تأسيس لتفكك جديد، لأنها لم تقبل العريس لأنه ذا خلق ودين، وهو لم يأخذها لأنها ذات خلق ودين، بل لأنها بمهر قليل. مثل هذه الفتاة تقبل ببلاش، المهم تزوجني، أخرجني من هذا الجو. نعم أخرجني، بيقول لك نارك ولا جنة هلي، مو هيك المثل؟ نارك ولا جنة هلي، أغنية كمان بيغنوها. أي ما بيهم. المهم المشكلة في القضية أن هذه الفتاة تدمر مستقبلها أو دمر مستقبلها بسبب أن أمها خرجت من البيت. وكما قلنا الخروج أو التفكك لا يشترط أن يكون بالطلاق، يبدأ التفكك في داخل الأسرة، انشغال أمها عنها. فهي هي تقول لابنتها قومي أنت ساوي البيت، الجلي عليك، الطبخ عليك، أنا عندي مشاوير. فتبقى تصير البنت في البيت أما بغير تسمية أم، فتقبل أيضا مع وجود أمها وأبيها وتفكك الأسرة وانشغالها عنها، تقبل أيضا بأي زوج لتخرج من هذا الذي هي فيه، وتكون قد أسست لخربان بيت جديد في المستقبل. فإذا التفكك هو كما يقال مثل قنبلة نووية، تبدأ بمكان ولكنها تنتشر وتتوسع تستمر لتشمل كل العوائل المحيطة بهذه العائلة والمنبثقة عن هذه العائلة. إذن تؤثر على الأسرة بكاملها، على الأبناء والأحفاد ومن بعدهم. لذلك يجب أن يكون هنالك ارتباط وثيق كامل، وسوف نفرد إن شاء الله تعالى حلقة أو حلقتين عن أسباب إسعاد الزوج لزوجته وأسباب أو وسائل إسعاد الزوجة لزوجها تحت عنوان السعادة الزوجية. تحت عنوان السعادة الزوجية هنالك عناصر يجب توفرها عند الرجل ليسعد زوجته، وعناصر يجب وجودها عند الزوجة لتسعد زوجها. فإذا حدث هذا تمكنت أواصر المحبة فيما بينهما ولو بدأ من غير حب. نعم. بعض العوائل تبدأ عن حب بالجامعة وبالمدرسة وبالطريق وبالنظرة الأولى، ولكنها تتفكك لأنها لن تنبني على وثاق على شيء متين وعلى رغبة إسعاد الزوج زوجته وإسعاد الزوجة لزوجها. وقد يكون مجرد الخطبة العادية والبحث عن الفتاة الصالحة والقبول بالرجل الصالح كبداية، لسه ما صار في حب، إنما يبدأ الحب من تلك اللحظة المنبثقة عن الخلق والدين عند هذين العنصرين. أسأل الله تعالى أن يوفق جميع الأزواج لما فيه الخير إن شاء الله تعالى. أستاذنا الكريم، استدركنا الوقت والجلوس معك أمر حلو وجميل، وكلامك لا يمل منه أبدا. طبعا نحن الآن واليوم فقط استعرضنا تعريف التفكك وآثاره
وما يترتب عليه. يعني نحن اليوم تكلمنا فقط بالسلبيات، لكن أنا أعلم أن عندنا إيجابيات يجب أن نتكلم بها، وعندنا حلول إن شاء الله سنتكلم بها. كما قلت حضرتكم مواضيع كثيرة في موضوع الأسرة، وهو موضوع كثير سوف نفرد له كثير من الحلقات إن شاء الله. كما قلتم حضرتكم الآن يعني سوف نتكلم عن الطلاق، حلقة خاصة عن الطلاق، حلقات أخرى عن الزواج السعيد، حلقات جميلة إن شاء الله تتعلق بالأسرة والتربية، وهو أيضا من فقه العصر. يعني هذا الموضوع يجب أن يكون أساسي جدا في موضوع فقه العصر إن شاء الله. فضيلتكم نختم معكم إن شاء الله بدعاء إن شاء العزيز قدير. أعلم أنكم يعني من الروح يخرج الكلام، من القلب سوف يدخل القلب. لا أختم إلا بسماع إن شاء الله دعاء منكم. أتمنى من مستمعينا تحضير القلب ورفع الأيدي، لأن رفع اليدين هو الطلب من الله عز وجل بالاستجابة. فأتمنى منكم الاستماع والاستمتاع بالدعاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتوفنا مسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وعقابك والنار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم وفق بين كل زوجين، اللهم وفق بينهما كما وفقت بين علي وفاطمة. اللهم وفق بينهما كما وفقت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم اجعل التوفيق بين الأسر المتصاهرة. اللهم اجعل التوفيق والسداد والرشاد في تربية الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم. اللهم إنا نسألك أن تجعل بيوتاتنا بيوت سعادة وخير وتوفيق ونور وهدى وقدوة صالحة للآخرين. اللهم أبعد الشر والضر والأذى والفراق والفكاك عن بيوتات جميع المسلمين. اللهم ورد الغائبين إلى بيوتهم وإلى أسرهم وإلى أراضيهم وإلى أوطانهم، وفرج عن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعاء، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا، في ختام حلقتنا اليوم نشكر فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الصبور كيالي، المدرس في معهد العلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله، ونقول لكم تابعونا إن شاء الله، مواضيع كثيرة تخصكم وتخصنا جميعا إن شاء الله. لن نتركك أستاذ حتى نستفيض ونأخذ من معين ما علمك الله به. جزاك الله عنا كل خير. مستمعينا، كنا معكم على هواء راديو شباك. شكرا لحسن استماعكم.